السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. امبارح بالليل كنت عند دكتور القلب، ولقيت واحدة ست كبيرة، مش كبيرة والله يعني للدرجة، يعني في حدود الخمسينات، بس رجليها ورمة بشكل مش معقول. يا رب اللهم امين، اشفيها وشيل عنها. يا رب اشفيها. انا من ساعة ما شفتها وانا مش مبطلة دعوات ليها. ادعوا لها يا رب اشفيها وشيل عنها اللهم امين، ولا تذلها ولا تحوجها ولا ترقد لها جت ابدا يا رب. الست دي معاها بنتها واخواتها. في نفس الوقت قرأت بوست على الفيس ان واحدة وقدام باب عمارتها شافت عربية فخمة جدا، ونازل منها شاب وبينزل أمه بيقول لها اقعدي هنا، بنتك هتيجي تاخدك. فالست استغربت للموقف، بتقول له طيب وهي فين بنتها؟ طب ما انت ما تمشيش الا لما بنتها تيجي. قال لها لا، اصل هي في مشاكل بينها وبين ماما، بينها وبين مراتي مش قابلاها. فقالت لي لازم تتخلص من الموضوع ده، لان انا يانا هي في البيت. فاختي هي هتيجي تاخدها، تنتظر ان اختها تيجي، اخته يعني تيجي تاخد امها. ما جاتش، رمى امه في الشارع. ست كبيرة اكبر من الست اللي انا شفتها المريضة دي بكتير بكتير، مش اقل من 20 سنة فرق، ويمكن اكتر. واتضح ان كمان الست عندها زهايمر، يعني لا عارفة هي مين ولا ساكنة فين ولا بنتها اسمها ايه ولا حاجة خالص. ولكن الافندي المحترم بدل ما يجيب لها شقة وهو اللي يراعي امه ويبعدها عن مراته، لا رماها في الشارع. في ذمتكم عاجبكم الكلام ده؟ ده ودي لا اله الا الله. يا رب احميهم واحفظهم، كل ولد او بنت بره بامها. يا رب احميهم واحفظهم. يا رب عاق والديه اهديه يا رب، اهديه يا رب، اهديه يا رب. تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.